السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. خلاص بإذن الله هانت إن شاء الله، قدامنا أسبوع والراوتر والخط يوصلوا بإذن الله إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. العواف عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا 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 للمرة التانية. وحشتوني 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 بجد. ينفع اقول وحشتوني؟ طبعا ينفع اقول وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الأيام دي بخير ويجعلكم من عوادينها. فيديو النهاردة سهل وسريع وبسيط جدا جدا جدا، بس كله معلومات قيمة جدا جدا. شوفوا الحمام اللي قدامكم ده صحته كويسة جدا ما شاء الله، لا قوة الا بالله. تعرفوا الحمام اللي صحته حلوة ازاي؟ بياكل ويشرب حلو. طالما الحمام بيهجم على الاكل كده يبقى ان شاء الله تمام التمام. طيب لو حمامك عنده كوكسيديا او كولوريديا يبقى الوصفة دي عال العال ليه. الوصفة دي هتجعل الحمام صحته تمام التمام. بس كل الوصفات اللي انا بقولها لكم يعني خلي بالكم انكم ما تزودوش منها، لان الزيادة بتقلب للضد. كل حاجة زايدة عن حدها تقلب لضدها. وبما اننا في موسم الشتاء ولسه الشتاء لسه يعني شادت حيله علينا شوية، في وصفات بنعملها للحمام في الشتاء ما ينفعش تتعمل في الصيف، لانها من الوصفات اللي بترفع درجة حرارة الحمام. الوصفة اللي انا بكلمكم عنها النهاردة هتجعل الحمام يبيض بسرعة، وكمان هتساعد الذكر على انه يخصب. هترفع نسبة الخصوبة جدا جدا، وكمان هيبقى عندك رافع مناعة يعني موجود في كل بيت. والحمام اهم حاجة عنده الريحة حلوة، ولازم يبقى نظيف عنده تمام التمام. وخلي بالك من المعلومات القيمة جدا. انتي يعني كان في حد كان في مرة بيسألني بيقول لي كل ما يطلع عندي جوز زغاليل الام ما تخشش تأكل زغللها ويموتوا. انا هقولك على معلومة. انت تلاقيكي بتغيري في الصفيحة وبتغيري تحتهم، فبالتالي الام دي سبحان الله بتبقى فارزة ريحة معينة، فانتي ما ينفعش تغيري تحت الحمام دلوقتي. انما تعملي ايه؟ طب انت مثلا لقيتي فاش في الصفيحة ولقيتي عدم نظافة، انت هترفعي كده الجوز الحمام بالعفش اللي الام فرشاه تحتها، وهتقومي بس رشة اي مبيد حشري. ما تغيريش عند الحمام لحد ما يكسي ريش، لان لو غيرتي عنده الام ما بتخشش تأكل زغللها وتسيبهم يموتوا، لان الحمام ده من اذكى ما خلق الله. وكمان الوصفة اللي انا حطاها النهاردة هتجعل عظم الحمام قوي جدا ما شاء الله، لا قوة الا بالله. والحمام لو صحته مش كويسة مش هيهجم على الاكل بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عال العال. يبقى قلنا اهم حاجة عند الحمام انك تنظفي كويس وتخلي ريحة الأوضة حلوة، ما يبقاش فيه اي ريحة، وما يبقاش فيه حشرات عند الحمام. دي من الحاجات اللي بتخلي صحة الحمام كويسة. انما لو الحمام شم ريحة مش حلوة، شوفي بقى المشاكل اللي هي هتحصل. واذا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسناش من لايك والشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس امرا. هي ايه؟ هي الكركم. تحطي الكركم ده يستعمل في انك انتي تحطيه في موسم الشتاء، ما ينفعش تحطيه في الصيف لانه بيرفع درجة حرارة الحمام. هتخلطي معلقة كده هوت على الدشيشة وعلى العلف،